بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله ومن والاه. في هذه الدقائق أيها السادة الكرام أحب أن أتحدث عن قضية مهمة، وهي أين الإسلام اليوم؟ أين إسلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظل هذه الإسلامات المتعددة المتنوعة المختلفة المتناقضة؟ أين إسلام سيدي رسول الله؟ اليوم يفصل بيننا وبين نشوء الإسلام، نزول القرآن، ظهور النبي الكريم صلى الله عليه وآله أكثر من 1400 سنة. هل يمكن لنا اليوم أن نجد الإسلام المحمدي النقي، الإسلام كما نزل مع هذه الفاصلة الزمنية؟ هل يمكن؟ إذا نظرنا مثلا للمدارس الكبرى التي تكونت من سنة وشيعة وإباضية مثلا، هذه مدارس كبرى تمثل في بداياتها مواقف سياسية معينة، مواقف سياسية نشأت عن خلاف دار بين الرعيل الأول، وكل اتجاه أو كل رأي أو كل حزب اختار اتجاه. هكذا كانت البداية، ولكن فيما بعد تكامل البناء المدرسي والمنهجي والفكري والفقهي لهذه الأحزاب الثلاثة أو لهذه المدارس الثلاثة، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وما زالت الاجتهادات والرؤى يعني يوم بعد يوم تنمو، تزيد، تكبر، وتختلف الاتجاهات في المتسامح، في المتشدد، في الوسطي، يعني وقد نختلف في تقييم المواقف. لكن أنا اليوم، الشاب اليوم، أمام هذا التنوع، هل يمكن أن يجد ولو بنسبة 90% مثلا إسلام سيدي رسول الله، الإسلام النقي، الإسلام الوسطي؟ هل يمكن؟ اليوم الإسلامات كثيرة، الحكومات تنتج إسلاما، في عندنا الإسلام الحكومي، في عندنا الإسلام الشعبي، في عندنا إسلام طرقي، في عندنا إسلام المثقفين، في عندنا إسلام الإسلاميين أتباع الإسلام السياسي أو الجانب المشتغلين بالجانب السياسي تحت شعارات إسلامية. فهناك تنوع، عندنا إسلام قرآني، عندنا. ما موقع الشاب يعني أمام هذا التنوع؟ ماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ هذا تحدي اليوم. ماذا يعمل من يريد إسلام يبني الحياة ويضمن له السكينة والطمأنينة أمام هذا التنوع؟ وهذا التنوع في الإطار الكبير، في إطار المدارس الثلاثة مثلا، لا يخلو من تبشير، من دعوة إلى أن مدرستي هي النموذج الذي يمثل نقاء الإسلام، مدرستي هي التي تمثل حقيقة القرآن، هي التجسد لمفاهيم الدين الإسلامي. أمام هذه الادعاءات ماذا نعمل نحن؟ ما تكليفنا نحن؟ هذا سؤال مهم يجب أن نعطيه حق من النظر ونتأمله وننظر فيه. الذي أراه أنه علينا أن ننطلق في تأسيس الأصول في البداية، أن نفهم الأصول الكبرى التي يدعو إليها الضمير، الشعور، الوجدان، العقل الغير مقيد، الغير متمذهب، الغير يعني مؤدلج، عند الفطرة بتعبير القرآن الكريم. يجب أن ننظر إلى كل هذا ونتأمله
ومن ضيع الأصول حرم الوصول. لذلك قلت لبعض الإخوة في تويتر، غردت تغريدة قلت: من الحماقة أن نظن أن الله تعالى سيعذب أو سيدخل النار من يصلي بخلاف مذهبنا. هل تفاصيل الصلاة يعني الله تعالى يعذب عليها وهناك فاصلة زمنية بيننا وبين رسول الله فوق 1400 سنة؟ هل تفاصيل المواقف من شخصيات تاريخية الله يعذب عليها ونحن لم نشهد تلك الأحداث؟ وكما قال العرب قديما: ليس الخبر كالمعاينة، ولكن الله تعالى أو المسؤولية تقع علينا في الأمور الواضحة، في الأمور البينة، هناك لا عذر. وكل واحد منا يستفتي قلبه كما قال النبي: استفتي قلبك، استفتاء القلب، أن نحاسب أنفسنا، أن ننظر إلى النية، نياتنا مهمة جدا. أما أن نظل في حالة من الهجوم على الآخر، السباب، الشتائم، هذا ليس من العقل في شيء ولا يخدم هذه الحياة. ونقول كما قال علي شريعتي: الدين الذي لا ينفعنا قبل الموت لن ينفعنا بعد الموت.